من الحاجات البنان اللي نعملوهم سيرتو وقت اللي يدخل الصيف المرمز والا مرقة المرمز، حاجة خفيفة وبنينة على الاخر. باش نعملها اليوم ان شاء الله بالدجاج. بالنسبة للمكونات خديت 5 روس بصل متوسطين، كعبتين طماطم كبار زيدا قصيتهم، مغرفة كبيرة طماطم حليتها في الماء. استيوس صغيرة بالنسبة للطماطم الكونسونطري والا طماطم المعجونة، وقت اللي تجيكم قارصة شوي والا جودة الطماطم ما هيش باهية تحلوها في شوية ماء وتحطوا فيها قبيصة سكر. خذيت حمص طايب على خاطر باش نطيب الدجاج والدجاج ما فيش يروح، هذيك علاش طيبت الحمص قبل. خذيت كمية من الدجاج وخذيت كعبة بصل قصيتها باش نرميها في الاخر، زيت، ونكملوا نشوفوا بقية المكونات مع بعض. اول حاجه باش نفوح الدجاج باش يجيكم من بعد بنين على الاخر، فوحته زنجبيل وكركم، راهو الزنجبيل يبنن على الاخر الدجاج، وباش نخليه يرتاح شوي ما يقارب 10 دقائق. وخديت المرميته اللي باش نطيب فيها، حطيت فيها زيت زيتونه، لاستيوس هذه راهي تبنن الماكله على الاخر. باش نقلي قرنين فلفل ملحتهم. من بعد باش نحط الكميه الكبيره متاع البصل ونضيف عليها كميه الطماطم، نحاول نذبل البصل شوي ومن بعد نزيدهم الدجاج اللي فوحته. وبالنسبة لطماطم الكعب تنجموا تضاعفوا الكمية لكن تنقصوا في طماطم المعجون. وأستيس مهمة على الآخر، وقت اللي نطيبوا بالتقلية معناتها نقلوا من الأول، لازم ديما عندنا ماء سخون على جنب باش من بعد نمرقوا بيه، باش من بعد الماكلة تجينا بنينة. بالنسبة ليا كي نطيب الدجاج راني ديما نزيد سنينة ثوم، باش نزيد سنتين ثوم على خاطر الثوم يزيد بنة للدجاج، واللي ما يحبش الثوم ينجم ما يزيدوش. نخلي المرمية تاخد غلوة ما يقارب دقيقتين، ومن بعد باش نكمل بالطماطم، نقلي زادة طماطم شوية ومن بعد نكمل نمرق. حطيت مغرفة الطماطم وباش نزيدها شوية ماء سخون نخليها تاخذ غلوة ما يقارب دقيقتين. لاستيوس هذي راهو قد ما تحلوا طماطم بالماء من اللون من بعد ما تجيكمش الماكلة قارصة، باش خلاها تتقلل مدة دقيقتين بالضبط ونكمل بقية الفاحات. مغرفة صغيرة فاح اللي هو تابلو كروية براس الحانوت ديما نعملو مخلط مع بعضه، مغرفة صغيرة فلفل زينة وملحت، وكملت مرقت بالماء. بالنسبة كمية الماء الكل مع بعضها نصف إيترا، عملت كان نص إيترا أكا هو على خاطر البصل اللي يسيب الماء وهكاك راهو باش ما تجيكمش من بعد جارية برشا. وخليتها تطيب سلة سلة. وهذه المرقة بعد ما طابت تو باش نزيدها كعبة البصل الخشينة، رشة فلفل أكحل وقرن فلفل أخضر، وبطبيعة ما ننسوش الحمص على خاطر الحمص طيب بالقدا ماهوش نص طياب، هذاك علاش باش نرميه تو. وهكا يكون المرمز متاعنا حضر، حاجة سهلة وبسيطة وخاصة انها بنينة على الاخر. توا مبقى كان باش نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صحة وبالشفاء اللي باش يجربها، واللي حاب يتبعني على الانستغرام نخليكم الاسم متاعو صندوق الوصف. بسلامة.